الوداد الرياضي يحقق فوز على عزام التنزاني خارج الميدان بهدف نظيف. أهلا بكم متابعينا الكرام عشاق الرياضة أينما كنتم أينما تواجدتم. أهلا بكم في حلقة جديدة خاصة بتحليل مباراة فريق الوداد الرياضي ضد عزام التنزاني. مشاهدينا الكرام، وقبل الدخول في تفاصيل وتحليل أطوار مباراة اليوم وكيف جاء فوز الوداد، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتعليق محفز. فريق الوداد الرياضي وبقيادة محمد أمين بن هاشم رحل إلى زنجبار لمواجهة الفريق المحلي فريق عزام التنزاني. فريق الوداد كان مكتمل الصفوف في هذه المباراة. محمد أمين بن هاشم مدرب الوداد فهو اعتمد على الأسماء التالية والأسماء الرسمية اللي موالف أنه كيعتمد عليها. في حراسة المرمى فكان مهدي بن عبيد، ظهير أيمن كان بوشواري، في محور الدفاع كان أمين أبو فاتح إلى جانب فيريرا، ظهير أيسر كان أيوب بوشتا، لاعبي وسط ميدان دفاعي فكان باكاسو ولد الصبار، وأمامهم ثلاثي هجومي متكون من كريستوف لورش، نور الدين أمرابط، وأيضا عزيزكي. رأس الحربة والمهاجم الصريح فهو حمزة النوري. فريق الوداد الرياضي قدم مباراة مهمة وحقق 3 نقاط، وبالتالي وصل ل6 نقاط من دور المجموعات من جمعها من مباراتين: الفوز داخل الميدان على نيروبي والفوز خارج الميدان على عزام التنزاني. الجولة الأولى من هذه المباراة فهي كانت صعبة على الوداد، ليس بتلك الصعوبة، لكن الوداد ما لقاش حلول، وكان عليه ضغط نقدروا نقولوا كبير من فريق عزام التنزاني، خاصة في وسط الميدان اللي كان متكون من باكاسو ووليد الصبار وأمامهم عزيزكي. بصراحة ما عرفتش واش نقدروا نقولوا أنه غياب لاميراد وتعويض بوليد الصبار في هذه المباراة داكشي علاش كان تأثير في وسط الميدان، ولا العازم ديال عزام التنزاني. يعني الفريق فهو كان عازم باش يحقق 3 نقاط في هذه المباراة، خاصة وكما ذكرت في فيديو سابق، عزام التنزاني فهو يتوفر فقط على 0 نقطة. يعني المباراة الأولى انهزم ضد منياما الكونغولي، وفي هذه المباراة كيبحث على فوز اللي متأتاش ليه، فوز على فريق الوداد الرياضي. في الجولة الأولى فريق عزام التنزاني فهو اعتمد بشكل كبير على الجهة اليسرى، هي الجهة اليمنى ديال فريق الوداد اللي كان فيها الظهير الأيسر الظهير الأيمن بوشواري، لعبوا عليه بشكل كبير. مجموعة من يعني الكرات جاو والخطورة اللي تشكلات على مهدي بن عبيد ودفاع الوداد فاجات من الجهة اليمنى اللي كان فيها بوشواري، لعبوا عليه مجموعة من الكرات في الدار، وبالتالي مما يعني ادى انه بوشواري تلقى ينظر في الجولة الأولى صفى بطاقة صفراء، وكانت نرفزة واضحة من بوشواري، وكان قريب في مجموعة من اللقطات انه يتلقى الانذار الثاني. وبالتالي الوداد غيكون ب10 لاعبين. مباشرة بعد بداية الجولة الثانية محمد أمين بن هاشم أخرج بوشواري الظهير الأيمن وعوضو بمفيد اللي عنده واجبات دفاعية، وهي أصلا يعني كما كنعرفوا أن مفيد دفاعيا فهو نقدر نقولوا أنه أحسن من بوشواري. وأيضا حاول محمد بن هاشم أن يتفادى البطاقة الصفراء الثانية لبوشواري، وبالتالي الإنذار والخروج من المباراة. مفيد حاول أنه يقدم الجولة الثانية وتمكن، قدم جولة ثانية كانت مقبولة إلى حد كبير. فريق الوداد الرياضي ضغط على مرمى فريق عزام التنزاني وسجل الهدف ديال الفوز وهدف التقدم، هذاك هدف الفوز اللي كان تقريبا نقدر نقولوا في الدقيقة 57 من المباراة. هدف الفوز اللي وقعوه نور الدين أمرابط من بعد واحد يعني الهجمة اللي كانت بداها نور الدين أمرابط، وكان التحضير ديال كريستوف لورش بطريقه جميله لامرابط اللي بروصها للدوزيام بوطو، كان هدف التقدم وهدف الفوز لفريق الوداد. بصراحه الهدف فهو كيفكرني في البيت اللي كان في الجوله الماضيه ضد فريقي في نيروبي، الهدف اللي وقعوا بوشواري الظهير الايمن، لكن هذا اجمل وامام فريق نقدروا نقولوا فريق ما كانش فريق سهل، ماشي فريق ضعيف. بصراحه فريق عزام التنزاني فريق عنده مقومات، ويكفي اني نقول المدرب ديالو فهو فلورون ايبينغي اللي سبق ليه درب مجموعه من الانديه ولعل ابرزها نهضه بركان وتحقيق لقب الاتحاد الافريقي انذاك، وايضا فريق الهلال السوداني والمنتخب الكونغولي، وايضا منتخب فيتا كلوب او فريق فيتا كلوب. يعني مدرب في المستوى بصراحه. فريق الوداد الرياضي حقق نتيجه مهمه في هذه المباراه، وصل للنقطه السادسه اللي ممكن انها تخليه يعني يحضر لباقي المباريات ديال دور المجموعات، وايضا المباريات المتبقيه في الدوري المحلي في الدوري المغربي، خاصه وان الدوري المغربي غيتوقف لمده طويله.
والمناسبة إجراء كأس العرب اللي تقريبا غتبدا ما بقاش ليها بزاف، بالإضافة إلى كأس إفريقيا اللي غيتنظم في المغرب، وبالتالي فغتكون فترة طويلة، توقف طويلة غيحضر من خلالها الوداد. وهي كمناسبة باش انه غيتم يعني تأهيل حكيم زياش لحمل قميص فريق الوداد، ولما لا تقديم مستوى كبير، خاصة كنتسنى الثنائية اللي غتكون ما بين حكيم زياش ونور الدين مربط، لاعبين بمستوى كبير. حكيم زياش لاعب مهاري، لا شك انه غيقدم اضافة كبيرة لفريق الوداد، خاصة في تواجد لاعبين مهاريين امثال كريستوف لورش، امرابط، عزيز كي. غتكون اضافة جميلة ان شاء الله لفريق الوداد. مشاهدينا الكرام، يعني ما بقى لي الا اني نقول لكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.